قبس من كتاب. في مقال له بعنوان شجاعة الجهل، يقول الدكتور أحمد خالد توفيق: في رحلة ريفية رأيت مجموعة من أصدقائي يلعبون لعبة سخيفة، فقد علقوا زجاجة مياه غازية فارغة بحبل على غصن شجرة وجعلوها تتأرجح كبندول الساعة، ثم راحوا يصوبون عليها بالبندقية من مسافة بعيدة نسبيا. دنوت منهم وقررت أن أجرب ما يفعلون، فسألت: ما هذه؟ بندقية؟ كيف تطلقون بها؟ ما المطلوب بالضبط؟ إصابة هذه الزجاجة؟ دعوني أجرب. وضغطت الزناد بلا تفكير لتتناثر شظايا الزجاجة في كل اتجاه ويشهق أصدقائي ذهولا. عرفت فيما بعد أنهم يحاولون منذ ساعة، وأن 3 منهم حاصلين على جوائز في الرماية، لكنهم فشلوا. لو كنت أعرف هذا كله مسبقا لفشلت حتما. إذن فهي شجاعة الجهل، لولاها لما فعلنا أي شيء، لأننا نتوقع الفشل من بدايته. لهذا لم أندهش عندما قرأت عن ذلك الشاب الأمريكي الذي دخل قاعة المحاضرات متأخرا فوجد على لوح الكتابة معادلة غير محلولة، نسخها وافترض أن هذه هي واجبه المنزلي، وهكذا عاد لداره وسهر حتى أتم حل هذه المعادلة وقدمها لأستاذه في اليوم التالي. أصيب الأستاذ بالذهول عندما رآها، وطلب من الفتى ليخبره بالحقيقة. هذه المعادلة لا حل لها، أو هكذا اعتبر أساتذة الرياضيات عبر التاريخ، وقد كتبها الأستاذ على لوح الكتابة كنموذج للمعادلات مستحيلة الحل. الطالب الذي لم يعرف هذه الحقيقة حلها في ليلة واحدة، وهذا ما نسميه شجاعة الجهل. هنا يجب أن نتحلى بشجاعة الجهل، ولا نفكر في مدى صعوبة ما نحن بصدده، ولا بعدد من فشلوا قبلنا. هذه هي الطريقة الوحيدة الممكنة للنجاح. أما لو حاصرتنا أشباح المخاوف قبل أن نبدأ، فلسوف تخرج تلك الكلاب السوداء المفترسة لتمزقنا قبل أن نخطو خطوة واحدة. والمقصود بالكلاب السوداء هي كلاب الخوف من الفشل، المبني على علم مسبق بالفشل. قبس من كتاب، برنامج يعده ويقدمه أحمد شاهين.